كأس العالم 2026 بدا كيقرب، والعالم كامل كيتسنى واحد من أعظم التظاهرات الكروية في التاريخ. لكن في الأيام الأخيرة أخبار صادمة خرجت من المكسيك. تقارير إعلامية تكلمت على مقتل شخصية بارزة مرتبطة بكارتيل خطير، الشيء اللي رجع المخاوف الأمنية للواجهة من جديد. واش ممكن العنف ديال الكارتيلات يأثر على المونديال، خصوصا وأنه واحد من أخطر التنظيمات الإجرامية في العالم؟ كارتيل خاليسكو رجع اسمه يتداول بقوة، ومعاه اسم الزعيم المعروف بلقب إلمينتشو. في هذا الفيديو غادي نكشفوا الحقيقة الكاملة، واش فعلا كأس العالم 2026 مهدد أمنيا، ولا هاد المخاوف مجرد تهويل إعلامي؟ المكسيك معروفة عالميا بحربها الطويلة مع كارتيلات المخدرات، واللي كتعتبر من أخطر التنظيمات الإجرامية المنظمة في العالم. الأيام الأخيرة تداولات إعلامية وتقارير غير مؤكدة بشكل رسمي كامل تكلمت على مقتل شخصية قيادية مرتبطة بعصابة قوية، الشيء اللي خلى تخوف كبير من اندلاع موجة انتقام وعنف داخلي بين الكارتيلات المتنافسة. هذا النوع من الأحداث غالبا كيخلق فراغ في القوة داخل العصابات، وكيشعل صراعات جديدة باش كل كارتيل يحاول يسيطر على مناطق النفوذ ديالو. وهنا كيتطرح السؤال، واش هاد الفوضى الأمنية ممكن تتصادف مع اقتراب أكبر حدث رياضي في العالم؟ تنظيم كأس العالم 2026 غادي يكون تاريخي، حيث غادي يتنظم بين ثلاث دول: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. هاد النسخة غادي تكون الأكبر في التاريخ من حيث عدد المنتخبات والجماهير، بمعنى ملايين المشجعين غادي يتنقلوا بين المدن والملاعب. وأي توتر أمني كبير في واحد من الدول المنظمة، خصوصا في المكسيك، يقدر يخلق قلق عالمي كبير، سواء على سلامة الجماهير أو على صورة البطولة كاملة. المحللون الأمنيون كيشوفوا ثلاث سيناريوهات محتملة. مقتل أي زعيم كبير كيكون غالبا بداية صراع داخل على الزعامة والنفوذ، وهذا الشيء ممكن يزيد معدل العنف في المدينة. بعض الجماعات الإجرامية ممكن تحاول تستغل المونديال باش تبرز قوتها إعلاميا أو اقتصاديا، خصوصا مع وجود ملايين السياح. تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم كيحتاج استعداد أمني استثنائي، من حماية الملاعب، الفنادق، الطرقات، وحتى المطارات. ومع تصاعد هذه الأخبار كاين حديث دولي حول ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية قبل المونديال. تقارير إعلامية كتأكد أن السلطات المكسيكية غادي تعتمد خطط أمنية قوية، كتشمل تعزيز انتشار الشرطة والقوات الخاصة، مراقبة استخباراتية مشددة، تعاون أمني مع الولايات المتحدة وكندا. الهدف هو ضمان أن البطولة تمر في ظروف آمنة وتفادي أي حادث ممكن يشوه أكبر حدث رياضي في العالم. الحقيقة أن المكسيك نظمت كأس العالم سابقا ونجحت أمنيا رغم التحديات، لكن الفرق اليوم هو أن العالم ولا أكثر حساسية لأي تهديد أمني، خصوصا مع تصاعد الجريمة المنظمة والتغطية الإعلامية الضخمة. بمعنى آخر، المونديال مازال ماشي مهدد رسميا، ولكن المخاوف الأمنية حقيقية ومطروحة بقوة في النقاش العالمي. خلاصة، اقتراب كأس العالم 2026 كيخلق حماس عالمي غير مسبوق، لكن في المقابل الأحداث الأخيرة مرتبطة بالعنف ديال الكارتيلات في المكسيك خلات الأنظار كلها تتجه نحو سؤال واحد: واش العالم غادي يعيش مونديال تاريخي وآمن، أم أن الصراعات الإجرامية ممكن تشكل أكبر تحدي أمني في التاريخ الحديث للبطولة؟ الجواب غادي يتحدد في الأشهر المقبلة، ولكن الأكيد هو أن الأمن غادي يكون التحدي الأكبر قبل انطلاق صافرة البداية. دابا الدور عليكم، واش كتعتقدوا أن كأس العالم 2026 غادي يكون آمن في المكسيك رغم العنف ديال الكارتيلات، ولا كتظنوا أن هاد التهديدات الأمنية ممكن تأثر على البطولة؟ اكتبوا الرأي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.